كازو كان أوتاكو فاشل وقبيح لحد ما أكتر بنت مشهورة في المدرسة آليا وقعت في حبه. هي مش بس مشهورة وخلاص، ده هي مشهورة لدرجة إن كل الطلبة بيبصوا لها وكأنهم بيعبدوها. في يوم من الأيام واحد اسمه تيموثي عامل شعره كده بستايل رخيص جدا وواثق في قصة شعره اللي كلفته 2 جنيه حرفيا. حاول يتقرب من آليا بس هي رفضت على طول. الأهبل حاول ينقذ نفسه ويطلب رقمها بس آليا حطمت ثقته بنفسه وقالت له إن هي مش مهتمة بيه خالص وسابته مصدوم. دلوقتي بقية الأولاد فقدوا الأمل خالص بعد ما تيموثي ده كان أحلى واحد في المدرسة. بعد كده آليا دخلت الفصل ولقت كازو زميلها نايم، صحته برجلها كده وسألته يعني إذا كان سهران طول الليل وبيتفرج على الأنمي تاني. اعترف إن هو كان بيتفرج فعلا بس قال لها إن هو كان عنده حاجة مهمة يعملها. آليا فكرت إن ممكن يكون نضج شوية بس اكتشفت بعد كده إن الفاشل ده كان سهران بيتفرج على ملخصات للأنمي. آليا قالت له أنت بجد مجنون، وبعدها قالت كلمة بالروسي كده، ولما كازو سألها يعني إيه الكلمة دي ردت وقالت له إنها بتقول عليه مثير للشفقة. الحصة الأولى بقى كانت كيمياء وكازو نسي يجيب معاه الكتاب بتاعه فراح شارك آليا في كتابها. ولما المدرس كان بيتكلم كازو كان بيحاول يفضل صاحي بس آليا شكته بالقلم بتاعها وده بيخليه يرفع ايديه. راح الأستاذ بيقول له يلا ايه هي الإجابة. كازو بص لآليا كده علشان تساعده وهي أشارت ليه عن الإجابة وهو قالها بكل ثقة بس طلعت الإجابة غلط. المدرس بعد كده سأل آليا وهي على طول قالت الإجابة الصح. كازو ما قدرش يصدق الخيانة وبيكون عايز يعرف هي عملت كده ليه. آليا قالت له إن هي كانت بتشاور لرقم السؤال مش الإجابة نفسها، بس كازو كان عارف إن هي بتضحك عليه خصوصا مع الابتسامة دي اللي على وشها. وفجأة هي قالت كمان مرة كلمة بالروسي وده خلى كازو يتفاجئ جدا. ولما سألها عن معنى الكلمة دي قالت له إن هي بتقول عليه غبي. بس كازو كان عنده سر كبير قوي، هو كان فاهم روسي طول الوقت وهي في الحقيقة كانت بتقول عليه إن هو لطيف. كده بقى متلخبط جدا ومش فاهم أي حاجة من آليا، بس هو استمر وما قالهاش أبدا على السر ده. في الحقيقة بقى إنه كان قادر يفهمها لأنه كان بيلعب مع بنت روسية وهو صغير، بس هو ما تخيلش أبدا إنه هيبقى في الوضع ده مع بنت روسية ما تعرفش إن هو بيعرف روسي. لو اعترف إن هو فاهم الكلام الروسي هي هتموت من الإحراج وهو مش قادر يتحمل تكاليف الجنازة دلوقتي. بعد كده آليا مسكت كازو وهو ماسك الموبايل بتاعه وفكرته إنه ممنوع يستخدمه إلا في حالة الطوارئ، بس هو تجاهلها خالص. آليا اتضايقت شوية ومسكت الموبايل علشان تشوف هو بيعمل ايه، ولما شافت صورة البنت بشعر فضي رجعت له الموبايل وهي متضايقة. بعدين قالت كلمة بالروسي كمان ومعناها انه خاين، وبرضه كازو يعمل نفسه مش فاهم وبيسألها على معنى الكلمة اللي قالتها دي وقالت له ان هو مدمن ألعاب. الأهبل على طول فقد تركيزه وبدأ يشرح لها انه مش مدمن ولا حاجة، هو اصلا ما عندوش قناة على تويتش. آليا بصت بعيد وهي مدركة ان مفيش امل خالص ان الولد ده يفهمها. وفي وقت الفسحة كازو كان قاعد يتغدى مع أصحابه ولما شافوا مجلس الطلبة بيكون مكون من آليا أمينة الصندوق ويوكي المتحدثة الرسمية وماريا السكرتيرة واللي تكون أخت آليا كمان. الولاد اتفقوا إن آليا واختها هما الاتنين أحلى من بعض، بس ماريا بترفض أي حد يعزمها وبتقول إن هي مرتبطة بحد تاني. كازو بيقول لصاحبه إنه مستحيل يكون دي فرصة معاها لأن شكله عامل زي مقبض الباب. في الوقت ده البنات كانوا بيدوروا على مكان يقعدوا فيها ويوكي لما شافت كازو سألته لو ممكن يقعدوا معاهم وطبعا الولاد كلهم وافقوا. ويوكي لاحظت إن كازو جايب نفس الوجبة زيها، لكن لما لقت إن الأكل وحش جدا اقترحت إن هي تصعد الموضوع للاتحاد. كازو حذرها وقال لها بلاش تدخلي تفصيلاتك الشخصية في الأمور الإدارية، بس هي قالت إنها كانت بتهزر وبس. في اللحظة دي آليا بصت ليوكي وكلها شر، كانت هتموت وتعرف هم يعرفوا بعض ازاي. يوكي شرحت إنها تعرف كازو من أيام الطفولة علشان كانوا مع بعض في نفس المدرسة الإعدادية. في اللحظة دي الولاد قرروا ياخدوا غدائهم لمكان تاني وشرح لصاحبه إن البنات جامدين جدا ومش لايقين على أولاد غير محبوبين زيهم. وهنا يوكي قربت من كازو وسألته إذا كان عايز ينضم لمجلس الطلبة، بس كازو طبعا قال لها مستحيل يدخل وقال لها أنا أصلا مش بتاع الكلام ده. يوكي قالت لآليا إن كازو كان نائب الرئيس بتاعهم في أيام الإعدادية وإنه شاطر جدا، فآليا قالت بالروسي إنها مش لازم يعني تقعد وتفخم فيه كده. بعد كده كازو ودع يوكي وآليا قالت إن هي مستغربة جدا إزاي يعني إن أي بنت في المدرسة تكون عايزة تكون صاحبتك. كازو بيقول لها طب وإيه المشكلة يعني، طب ما انتي صاحبتي أهو. مش عايزة أقول لكم بقى آليا فرحت جدا ومشيت وسابته وهو مليان حيرة. وبالليل كازو حلم بأيام زمان لما كان بيلعب مع البنت الروسية الشقراء، ولما فاق افتكر إنه كان بيتعلم روسي بس
علشان يتكلم معاها، بس للأسف هو ناسي اسمها تماما. وبسبب الحلم ده كازو راح الفصل بدري ونظف قبل ما الكل يجي، وآليا كانت أول واحدة توصل. معقول كده؟ كازو بنفسه رتب المكان، أكيد في حاجة مش طبيعية. كازو لاحظ التراب اللي كان على شراب آليا وسألها إذا كانت داست في بركة طين ولا حاجة. قعدت وشرحت له إنها اتلطخت بالطين من عربية عدت بسرعة، وفجأة غيرت الموضوع وسألته إذا كان هينضم لمجلس الطلبة فعلا، بس هو أصر على رفضه. آليا كانت عايزة تقول له حاجة بس اتكسفت وقالت له انسى الموضوع. بعدين بدأت تشيل الشراب بتاعها وده خلى كازو متوتر جدا. ولما آليا شافت كازو متوتر كده طلبت منه إن هو يروح ويجيب لها شراب احتياطي من اللوكر بتاعها. ولما كازو جاي يشيل الشراب بتاعها التاني آليا اتكسفت على طول وضربته ضربة وحشة قوي، وبعدها اتجاهلته تماما لمدة أسبوع. ولما كازو حاول يعتذر لها قالت له إن هي مش زعلانة خالص، واعتذرت كمان علشان ضربته. كلها كام ثانية وكازو يلاقي نفس الضربة تاني. آليا عملت كده علشان كانت مفكرة إنه شخص مش كويس، وجريت وهو جري وراها لحد ما الاتنين تعبوا. بعدها كازو اعتذر لأنه تجاوز حدوده وعرض عليها المشروب المفضل بتاعها كاعتذار. آليا كانت متأثرة جدا إنه لاحظ وقالت له بالروسي إذا كان عايز يشرب المشروب بتاعها. كازو اتجمد في مكانه لما عرف إن هي عايزاه يبوسها بشكل غير مباشر، بس هو اتهرب وادعى إن هو مش فاهم برضه. وهي غيرت الموضوع كالعادة وضحكت لنفسها علشان يا عيني فاكرة إن هو مش فاهم كلمة من اللي بتقولها. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس، واكتبوا لي عايزين الجزء التاني ينزل امتى. أشوفكم قريب.